فيه نظرية تقول إنك إذا تبي تغير حياتك تحتاج فقط إلى 21 يوم. يعني إذا كان حالك سلبي ومتضايق، حاول إنك تستمر لمدة 21 يوم بس تعيش فيها وأنت مبسوط، وتفكر بأفكار جيدة وإيجابية، وتقرأ وتتابع أشياء تسعدك وتدعم أهدافك. صدقني بعد 21 يوم راح تصنع معجزة، بتلاحظ إن حياتك بدأت تتغير. خذها كتحدي وجرب لمدة 21 يوم بس. يوم جديد وفلوق جديد. في فصل الشتاء كل شيء مختلف، جلستك مع أصحابك واستماعك للأغنية في هدوء الليل وشربك للقهوة، حتى السوالف في الشتاء أحس إن له مود مختلف تماماً عن الصيف. إحنا دائماً متعودين ناكل من المطاعم، بس الصدق أكل البيت له نكهة خاصة، فعشان كذا هالمرة قررنا نطبخ في البيت ونعيش أجواء بداية الشتاء في البيت. يهمني جدا تعليقاتكم على الفيديو ومشاهدة ممتعة. كلهم يلعبوا ويتشاركوا فيه. لا في لعبة حلوة كذا تشبه الشطرنج، لعبة كويتية اسمها الدامة. الشطرنج زي الشطرنج تشبهها. فنلعبها إن شاء الله اليوم. يا سلام يا جماعة، أقسم بالله أنا عارف أبو حميد قهوة في المخيخ يدغدغك من جد. عوافي يا أبو عدن. مع أول رشفة قهوة في الشتاء داخل البيت، سلام سلم. طبعا عندك هنا يا جماعة الخير جبنا خفايف كذا مكسرات، يعني مع اللي يمشي مع القهوة، معمول، جالاكسي، تويكس. اكتبوا لي يا جماعة الخير في الكومنتات كم درجة الحرارة عندكم الحين في المدن اللي من السعودية واللي برا السعودية، كل واحد يكتب لي. واملوا المقطع لايكات صح؟ عشان ننزل مقاطع أكثر. وش حكمة اليوم؟ حكمة اليوم يقول لك من جد وجد ومن زرع حصد. يا سلام حبايب قلبي، اليوم إن شاء الله الشيف حيطبخ لنا طبخة لذيذة. يعني أكيد كل واحد يأكل شاورما، يعني ما شاء الله كلكم أكيد جربتوا شاورما، بس أغلبكم يروح يطلب من المطاعم. بس تمام؟ اليوم طبختنا شاورما. أنا للأمانة شاورما بالبيت. عن نفسي ما عمري جربت شاورما في البيت صراحة. هذه جديدة اليوم يعني بنجربها. شاورما جاي من المحل يعني أو المطاعم.
ايوه بس اليوم بنسوي شاورما في البيت. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my ass. I'm breathing in the chemical. I'm breaking in, shaping up and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I feel it in my bones enough to make my systems grow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age. Radioactive, radioactive. Radioactive, radioactive. I'll raise my flag, storm my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. ابو حميد قد جربت شاورما في البيت؟ اي قد جربتها صراحة، ولازم انتم تجربونها صراحة، بتكون ألذ بكثير يعني. وتقدر عاد تضيف اضافات من عندك اي يعني. هذه ميزتها، تقدر تحط فلفل اخضر، تقدر تحط طماطم، تقدر تحط البصل بالكمية اللي انت بيها اذا كنت تحبها وغيرها. يقول حراق بس ايه في قلبك، في قلبك ما شاء الله. طبعا شغال في واحد بيموت شغال وراك خايف. يا جماعة انا خايف. لا ما عليك، شغل امبارح. خليك رجال. مساعد الشيف، مساعد الثالث، المساعد الثالث للشيف. 3 مساعدين. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الحمد لله خلصنا من طبخ الشاورما اللذيذة. طبعا احنا طبخنا نوعين من الشاورما، الحراق والعادي. طبعا اللي يحب الحراق ياكل حراق، واللي يحب العادي يحب ياكل العادي.
ترى الشيف ما شاء الله يستقبل كل الافكار وكل التعليقات، ويستقبل اشياء جديده تبون نطبخها، مثلا حمام، دجاج، ارانب كله موجود. الا لحم الحصان. شوف اطبخ لهم كل شيء بس بشرط وصلوا لنا لايكات كم تبغى؟ والله 100,000 لايك. والله نبي طماع انا صح. لا ان شاء الله نوصل، ليش لا؟ ما في شيء مستحيل اي والله ان شاء الله. ان شاء الله باستمراريه. ودعمونا دعمونا دعمونا. تعشينا الحمد لله، وبعد العشاء كذا تحس خمول، تبغى تروق كذا، تحط راسك على المخدة تاخذ لك غفوة ولا تطقطق على الجوال. يا اهلا وسهلا يا جماعة الخير، بعد ما تعشينا وخلصنا اللهم لك الحمد وشبعنا وعينا خير، ارتحنا شوي، والحين اللحظة المفضلة اكيد فقرة الشاي. عاد انتم قولوا لنا شوي. بالله ما حسيت بالخمول كذا بعد العشاء؟ والله خملنا، حسينا كذا بالخمول. الحمد لله. وتحطيت راسي كذا على المخدة شوي، تكينا على الجوال، وبعدين الشاهي. تبون صراحة الشاهي هو اللي يخليك كذا تحس انك هضمت الاكل. ادمان الشاي ادمان. عاد الشاي يا ابو حميد ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. العافية. خصوصا في البر مع ريحة الحطب جمر. والجمر. الله. ايش ألذ انواع الشاي اللي انت ولا دائما تغير؟ والله انا اللي افضل الوزة الوزة يعني عندي الوزة مرة ممتاز. الحلو فيه ما تجي فيه مرارة، وممتاز جدا يعني، طعمه حلو بالنسبة لي. شوف طعمه حلو. اما الربيع ولبتون طب معليش انا دائما اتساءل الحين بما انه جالس ينتشر الفترة الأخيرة شاي حبك. المفهوم هذا انا يعني قبل ما كنت اسمع يعني من الناس انه شاي حبك او محل في محلات تبيع شاي حبك. شوف هذه ايش مفهوم شاي حبك يعني؟ هذه انواع ثانية يعني. الحين هذا فيه الشاي اللي هو الاسود هذا، وفي اللي هو النعناع، في منه مغربي، في الحساوي، في اللي هو الدوش يسمونه، في بعضهم يسوي شاي ورد. كل واحد يعني يسوي اللي يفضله. بس مصدر شاي حبك من المدينة ولا؟ ما أعرف مصدر. لأن ما شاء الله ثقافة الشاي جالسة تنتشر الفترة الأخيرة. يعني زي القهوة، المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة وبالحليب فنفس الشيء ما شاء الله أنا شايف الفترة الأخيرة ثقافة الشاي جالسة تنتشر عندنا في السعودية. وشوف هو يعني القهوة لها وقتها بالشرب، والشاي لها وقتها يعني. صح. بس أنت تفضل الشاي الأحمر. إيه. إدمان. إيه، ولا تخلط معاه شيء لا نعناع إيه. ولا غيره، خلي لازمه هو. السادة. طيب أغلب الناس أشوف الغربية المدينة ومكة وجدة والطائف يحبون يحطون الحبك والنعناع في الشاي، يحبون يطعمون الشاي بأي نكهة يعني. لكن يوم رحت الرياض والأهل نجد لا عكس. طيب يا حبايب قلبي، ولهنا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى أنكم تفعلون جرس التنبيهات وتعطونا لايكات وتسوون شير للمقطع، وإن شاء الله تنتظرونا بمقاطع جديدة بإذن الله. مع السلامة.